الكويتي محمد هايف بسؤال إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستفسرا عن حكم الشرع في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه. وأعلن هايف أنه سيقدم شكوى ضد السفير السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. يذكر أن النائب هايف أحد النواب الكويتيين الذين طالبوا الدول الخليجية بالحذو حذو السعودية وسحب سفرائها. ومعنا من الكويت محمد هايف عضو مجلس الأمة الكويتي. سيد محمد، أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. بداية، كيف تنظر إلى موقف الحكومة الكويتية سحب سفيرها من دمشق وإن كان للتشاور؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا بداية نشكر خادم الحرمين على هذه الخطوة التاريخية المشرفة، وليست غريبة عن المملكة، فمواقفها قديمة ومع حماه بالذات عندما أفتى علامة العالم الإسلامي الشيخ ابن باز مفتي المملكة في موضوع حماها الأولى وما حصل فيها من سفك للدماء وجرائم لم تكن يعني أهون من هذه الجرائم ولا حتى يعني هذه أقل من تلك. موقف الخطوة الكويتية طبعا هذه ما كنا ننتظرها ونطالب فيها، وطالب ما يقارب 27 نائب منذ شهر بطرد السفير السوري وسحب السفير الكويتي من هناك، وهي خطوة الآن بدأت يعني دول مجلس التعاون تسير في المسار الصحيح، وإن كان هذه الخطوات لابد أن يتبعها خطوات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إخواننا في الشعب السوري، لأن أي تأخير في القرارات هذا معناه مزيد للضحايا، مزيد لسفك الدماء، مزيد انتهاك الأعراض وسلب الأموال وغيره من الجرائم التي هي مستمرة، والأعداد كما تشاهدونها ربما الأخباريات تزودنا بها كل لحظة وكل دقيقة مزيد من الضحايا والقتل وانتهاك الأعراض وغيرها من الجرائم التي لم تكن يعني معهودة في هذا العصر الحديث. ولكن أيضا النائب محمد هايف، فخطوة الكويت يعني هذا ما كنا ننتظرونه يعني. ولكن أيضا النائب محمد هايف، أنت ربما لديك تصرفات أخرى أو تحركات أخرى فيما يتعلق بالأزمة السورية، وأنت قلت بأنك ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية بشأن السفير السوري في الكويت. طبعا السفير السوري يمثل أحد أفراد العصابة، وهو مدافع شرس عن المجازر وعما يحصل لإخواننا في سوريا، وله تحركات أيضا استخبارية، وهو يرأس منظومة استخبارية، ودوره القديم كوزير داخلية لهذا النظام المجرم، ودوره قبل ذلك الإجرامي في لبنان أيام ما كان عقيد. كل هذا يشكل مسلسل وملف إجرامي يستحق أن يصعد حوله وأن تلفت الأنظار إلى يعني خطورة مثل هذا السفير الذي يتخذ من السفارة اليوم مركز للتنصت وبث يعني الكاميرات وغيرها من الأجهزة في المساجد، ويحاول أن يتحرك بهذه الطريقة تتجاوز الدور التشريعي لك ولمجلس الأمة وحتى ضد الحكومة، أو حتى تتجاوز دور الحكومة الكويتية فيما يتعلق بهذه الأزمة. لا، هذا ما في أي تجاوز، هذا مكفول الحرية لأي مواطن أن يقاضي أو يرفع قضايا على أيا كان من الأشخاص ويلفت النظر عليهم. وحجم الجريمة الموجودة اليوم يستدعي مثل هذا التصعيد للفت الأنظار سواء سياسيا أو إعلاميا لخطورة ما يجري على الأرض. فلا يمكن يعني أن تهدر الدماء في سوريا وأن تقتل يعني تغتصب أخواتنا وتقتل أمهاتنا ويقتل الأطفال ويفعل هذه الجريمة النكراء على وهذه الكارثة الإنسانية الكبرى في وضح النهار،
ونحن نقف نتفرج مكتوفي الأيدي وننظر إلى هذه المناظر البشعة التي نشاهدها على شاشات التلفاز ولا نحرك ساكن. هب أن واحد منا أو من سواء الكويتيين أو غيرهم من الخليجيين قتل أباه أو أمه أو طفله أو عائلته، ما يحصل اليوم في سوريا أمر لا يمكن أن يتحمله. يعني إنسان لديه أدنى شعور في الإنسانية وفي الرحمة وفي الشفقة على ما يجري من واقع أليم ويعني حادثة لا نصورها ولا نتخيلها إلا كما حصل في حرب الأندلس وفي الإبادات الجماعية التي كانت في الأندلس. طيب لذلك يستدعي فعلا التصعيد. هذه المداخلة أيضا تابعت البارحة كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز للشعب وللنظام في سوريا. هل هذه الكلمة مثلا ستكون بداية ومنطلق لموقف سياسي رسمي خليجي أكثر وضوحا ودقة فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ نعم، أتوقع هذا الموقف المشرف سوف يفتح الباب على مصراعيه ويشجع دول مجلس التعاون على اتخاذ قرارات حاسمة. ما حصل اليوم أو بالبارحة من قرار مشرف لخادم الحرمين يشكر عليه، ومن فتح الباب حتى لحرية إخواننا المواطنين الموجودين في السعودية من السوريين بأن يعبروا عن واقعهم وأن ينفسوا عن ما في يعني أنفسهم من أحداث مؤلمة جرت لأهلهم وذويهم في بلاد الشام وما حولها. هذا الموقف الجريء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان خادم الحرمين قبل أن يكتب له حتى تاريخيا وسياسيا. هذا الموقف المشرف وهذه الخطوة الجريئة أنا أظنها سوف تفتح الباب على مصراعيه لدول مجلس التعاون الذي ننتظر منهم الأكثر. اليوم في سوريا هناك جرحى ينتظرون العلاج، هناك جرحى في البيوت لا يستطيعون أن يذهبون للمستشفيات لأن المستشفيات فيها من الشبيحة وفيها من أزلام النظام من يجهزون حتى على الجرحى. هناك من الجوعى الذين يقبعون اليوم في بيوتهم لا يصل لهم الطعام وحاصرتهم القوات من كل مكان. يعني لابد من خطوات جريئة لإيصال الطعام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إخواننا الذين هم الآن يتصلون، في بعض الإخوة يتصلون بنا ويذكرون أن هناك حتى من الجرحى لا يستطيعون أن يذهبون بهم إلى المستشفيات، لأن مجرد أن يذهب إذا كان حتى المعتقلين في السجن أطلق عليهم الرصاص وقتلوا وهم في السجون، فما بالك في من يذهب ويعلمون أنه أطلق عليه النار من قبل وهو الآن في المستشفى. النائب محمد هايف عضو مجلس الأمة الكويتي، شكرا جزيلا لك.